وليد صلاح الدين يهدد لاعبي الاهلي. فاجأ وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الاهلي اللاعبين الذين ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري في ظل بحث مسؤولي النادي الاهلي عن تجديد عقودهم. وقال وليد صلاح الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب هناك قيمة مالية سوف يتم تحديدها بالاتفاق مع لجنة التخطيط حسب المعايير والبطولات، وسنقوم بتأمين البدلاء، وهناك لاعبين سوف نتحدث مع أنديتهم حتى نمتلك الموافقة كاملة حينما أقدم ذلك للكابتن محمود الخطيب. وتابع: سنقوم بتقديم عرض مالي جيد للتجديد، ولو اللاعب وافق سنوقع العقود على الفور، ولو لم يوافق سيكون لدينا البديل الكفء والجاهز. نقدر إمكانيات اللاعبين وأسعى لتقديم عناصر بديلة مميزة وأصغر سنا. وتابع مدير الكرة بالأهلي: مفيش حاجة اسمها ترضية، ممكن لو في لاعب باقي في عقده سنين بسيطة ممكن أنا أزود له عقده بمقابل، ولكن فكرة مثلا إن لاعب يكون فاضل في عقده 5 سنوات ويكون محتاج زيادة، ده صعب جدا يحصل. سداسي الأهلي ينتظر التجديد، ويعتبر السداسي أحمد عبد القادر وحسين الشحات وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وأحمد عبدين. وتولى وليد صلاح الدين ملف التجديد لهم، خاصة أن عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الجاري. حسام عبد المجيد يحسم أولى خطوات الانتقال إلى النادي الأهلي. تسارعت الأحداث داخل جدران نادي الزمالك حول مستقبل مدافعه الشاب حسام عبد المجيد، الذي يبدو أنه حسم قراره بالرحيل بعد سلسلة من المواقف المتقلبة والتصريحات المثيرة. البداية كانت حين طلب اللاعب الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد لتجديد عقده، قبل أن يرفع مطالبه إلى 50 مليون جنيه في خطوة فسرت بأنها محاولة واضحة للضغط على إدارة النادي ودفعها نحو بيعه. المفاجأة الكبرى جاءت عندما غير عبد المجيد موقفه للمرة الثالثة، معلنا رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهي الجملة التي فسرها كثير داخل نادي الزمالك بأنها كلمة السر في تمهيد انتقاله إلى الغريم التقليدي للنادي الأهلي. المدافع الدولي برر موقفه بحالة التراجع الفني والمالي التي يعيشها الزمالك، مؤكدا في أحاديثه المقربة أن الأجواء الحالية لا تساعد على التطور، وأن حلمه الأكبر هو الاحتراف الخارجي. يأتي ذلك في وقت تشير فيه كواليس الغرف المغلقة إلى أن اللاعب ربما تم اتفاقا مبدئيا مع الأهلي في انتظار الخطوة الرسمية خلال الانتقالات المقبلة. الشكوك حول نواياه ازدادت بعد مباراة القمة الأخيرة، حين رصدت عدسات الكاميرات مصافحته الحارة لعادل مصطفى ومحمد علي بن رمضان وتريزيجيه، هو ما اعتبره بعض مسؤولي الزمالك إشارة غير بريئة على وجود تفاهم مسبق مع إدارة الأهلي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة يبقى السؤال المطروح: هل يكون إعلان الاحتراف مجرد ستار دبلوماسي يخفي الصفقة المنتظرة بين الأهلي وحسام عبد المجيد؟ قرار عاجل من جون أدوارد ضد اللاعبين بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة. اتخذ جون أدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك قرارا عاجلا بشأن اللاعبين عقب التعادل أمام غزل المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل للمحترفين على ملعب هيئة قناة السويس. وقف المستحقات الخاصة بلاعبي الزمالك. وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة أن جون أدوارد أبلغ عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي بوقف المستحقات الخاصة باللاعبين وتوقيع عقوبة عليهم وفقا للائحة بعد التعادل أمام غزل المحلة. وأوضح المصدر: هناك حالة من الغضب من أداء اللاعبين أمام غزل المحلة، وسيجري إيقاف المستحقات لحين العودة من جديد للانتصارات خلال الفترة المقبلة. وتعادل الزمالك أمام غزل المحلة بنتيجة هدف في شباك كل فريق خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل. الزمالك يعقد جلسة عاجلة مع فيريرا لفسخ التعاقد بالتراضي. يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب جلسة عاجلة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل إنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. ومجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد جلسة مع يانيك فيريرا في حضور جون أدوارد المدير الرياضي للنادي للتنسيق حول تفاصيل فسخ العقد بشكل ودي وحسم مستحقات المدرب وجهازه المعاون. واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إقالة فيريرا من منصبه عقب سلسلة من النتائج السلبية التي أبعدت الفريق عن المراكز المتقدمة في جدول الدوري الممتاز.